الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فكره. اتمنى ان هي تطلع كويسه لان انا هجربها اول مره يعني، ولو عجبتكم ان شاء الله انا متاكده ان انتم هتعملوها. النهارده هنجرب ان احنا نعمل جبنه قريش في البيت وسمنه بلدي في البيت. الطريقه سهله اصلا وبسيطه، بس دايما احنا متعودين احنا بنشتري الحاجات اللي بتكون جايه من الارياف، بس زي ما احنا شايفين الاسعار بقت عاليه قوي، فانا قلت بقى اجرب في البيت كده اشوف هتجيب نفس النتيجه ولا لا. فانا ان شاء الله هعملها معاكم ونشوف النتيجه سوا. اول حاجه انا عندي طبيعي كده الطواجن الفخار اللي هي بنعمل فيها اكل دي، انا غسلتها وحطيتها كده تتصفى زي ما احنا شايفين، وهجيب الفرن هولعه هخليه يبقى سخن قوي، والشبكه هحطهم على شبكه الفرن وهخلي وشهم كده لتحت، هكفيهم يعني على الشبكه، هخلي وش الطاجن كده لتحت بحيث ان هو يتعقم كويس قوي من الصهد بتاع النار اللي هي طالعه. تمام. الكميه اللي انا هعملها 4 كيلو، انا قلت اجربها لو طلعت كويسه ممكن بعد كده ابقى اجيب اكتر. انا غسلت طبعا الطواجن كده زي ما احنا شايفين. هحط بقى دلوقتي الطواجن في الفرن تنشف خالص وتتعقم، وبعدين هطلعها ونشوف هنعمل ايه. كده بقى بعد ما صمتهم، مش صمتهم يعني حطيتهم في الفرن اتعقموا، ناخد بالنا عشان بيبقوا سخنين قوي قوي لما بيدخلوا الفرن. عايزه اقول معلومه عشان الناس اللي بتقول ما عندناش فخار نعمل فيه، على فكره عادي جدا لو انتوا عملتوه في اي حله من حلل الاكل، حله تكونوا مش عايزينها يعني او سلطانيه، وركنتوا فيها اللبن ما فيهوش اي مشكله خالص. بس انا عشان عندي الطواجن بعمله بنفس الطريقه اللي في الارياف بيعملوه بيها، لكن النتيجه واحده في الاخر. هجيب بس التانيين. طلعنا الطواجن من الفرن وهنسيبها علشان تهدى. لو انت هتعملي في طواجن فخار ما تحطهاش على الرخامه مباشر كده، عشان طبعا الطواجن دي بتتعامل معامله البايركس، يعني بتحافظ عليها قوي قوي من اي حاجه زي الرخام او اي حاجه معدن. حط كده يا اما على قرمه من الخشب يا اما على اي قماشه او فوطه مطبخ عندك، اهم حاجه تكون ناشفه ما تكونش مبلوله. هسيبهم بقى لما يهدوا خالص كده وارجع معاكم علشان نكمل. بقى سبتهم هديوا زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا جايبه 4 كيلو، غالبا ممكن يجوا في ده وده، بس يعني ممكن استبعد الثالث اللي انا عملته. طبعا اللبن انا شاريه من عند لبان، بس اهم حاجه يكون لبان انت واثقه فيه. لو انت ما عندكيش، لو انت مش عايشه في ارياف، يعني مش عايشه في ارياف زينا كده، تجيبيه من لبان تكونوا واثقين ان اللبان ده كويس قوي، علشان اللبن بتاعه يعمل وش كويس. يعني ده اكتر حد احنا بنثق فيه اللي احنا جايبين من عنده ده. هنشوف دلوقتي النتيجه ان شاء الله لما نعمله مع بعض. هجيب بس حاجه افتح بيها الكيس. هنجيب بقى الحفل كده ونجرب كده، نسمي بسم الله. بسم الله. ونصب اللبن في البول في الطبق، وهنجيب بعد كده بقية الاكياس كده بالشكل ده كده، نبدأ نحطها. نسمي كده بسم الله. بقى الطاجن ده خد مني 2 كيلو، مش هزود فيه عن كده عشان اعرف انقله، ما يقعدش بقى يوقع مني اللبن وانا شايله. اصفه بس كده كويس. يبقى ده كده الطاجن الاولاني اهو. زي ما انا قلت لكم لو ما عندكيش طواجن مفيش اي مشكله خالص، الحله من اللي انت بتعملي فيها الاكل عادي وحطي فيها اللبن مفيش اي مشكله. بس انا زي ما انا قلت لكم كده، انا هجرب الطريقه اللي بيعملوها في الارياف بيعملوها بيها، عشان عندهم بقى الطواجن دي ما اسمهاش طواجن، اسمها شوالي فخار كده، بس هم بيدخلوها بقى في الفرن، يولعوا الفرن ويسيبوها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما تتعقم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده كويس قوي عشان وهجيب بقى اخر حاجه في اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي كده، نحط كده، اضطر بقى ازود التاني شويه عشان بدل ما اعمل حاجه تانيه. يا دوبك كده حلو قوي قوي كده. 4 كيلو لبن عملناهم مع بعض، هنشوفهم هيعملوا معانا قد ايه. بس انا بقى عندي مشكله دلوقتي لسه مكتشفاها حالا، ان الطاجن المفلوق ده بينزل لبن من الجناب بتاعته، هضطر بقى اجيب الطاجن التاني واستخدمه. هشيل بقى كده بالراحه واخد بالي قوي. بصوا نزل اللبن ازاي تحتيه، واقوم حاطه اللبن هنا. بسم الله. هو قد ده تقريبا. كده خلاص
خلاص بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي كده نقول بسم الله. كده حطينا اللبن وهنسيبه بقى نشوف فكره الزبده دي هتنجح معانا في البيت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعت لكم تاني. بعد ما اللبن بسم الله ما شاء الله الله اكبر بقى عامل جبنه وعامل قشطه. انا جبت طبعا السكينه وحطيتها في الجنب كده، لقيت زي ما احنا شايفين كده اللبن جمد وبقى لبن رايب، وعملت طبقه عندي اللي هي طبقه القشطه. انا عملت يوم الجمعه في نص اليوم، والنهارده لحد اخر النهار، يعني قعد بالظبط يومين ونص. هتحطيه اول ما تعمليه هتغطيه وتحطيه في التلاجة، وبعدين اليوم اللي هو التالت هتطلعيه وتسيبيه بره كده وتغطيه بشاش. هو ما بيتغطاش على فكره بره التلاجة، عشان لو انت غطيتيه هيبوظ منك، لازم يكون معرض للهواء. فتغطيه بشاشه كده اليوم اللي انت هتطلعيه فيه من التلاجة وتسيبيه بره. هجيب بقى سباتيول كده حاجه كده مبططه زي ما احنا شايفين، علشان القشطه طريه قوي اشيلها بسهوله. طبعا ممكن تعملي انت قبل الخطوه دي، لو هيكون في صعوبه بالنسبه لك هتحطيها في التلاجة قبل ما تشيلي القشطه بساعتين كده ولا حاجه، هتلاقي القشطه اتجمدت، هتطلع معاكي اسهل من كده كمان. طبعا قوام القشطه كريمي، فبتفصل على طول وبتبقى حته واحده ماسكه في بعضها يعني، فما تقلقيش مش هتقلب منك على اللبن الرايب. هنشوف بقى دلوقتي ال4 كيلو لبن طلعوا معانا قد ايه قشطه، وهيطلعوا معانا قد ايه جبنه. دي القشطه اللي انا طلعتها من الطاجن الاول، هنضف بقى مكانه واجيب الطاجن التاني. شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده منتهى الجمال. هجيب برضو السكينه وابدا امشي في الجناب بتاعه الطاجن الاول، عشان افصل القشطه عن الايه عن الطاجن، ما تبقاش ماسكه فيه وتتلم معايا بسهوله. هبدا الم بنفس الطريقه اللي لميت بيها القشطه من على الطاجن التاني، بس ما شاء الله هنا كميه القشطه ازيد شويه علشان الطاجن ده اكبر من التاني. عايزه اقول لكم زي ما انا قلت كده وانا بعمل في البدايه، ما عندكيش الشوالي او الطواجن دي ما فيش اي مشكله، عملتها حتى في جردل بلاستيك صغير هتنجح معاكي جدا. عملتها في حله من بتاعه البيت برضو هتنجح معاكي جدا. هنشيل كده بالراحه، نسمي كده بسم الله اهو. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله، حاجه كده والله منتهى الجمال، حاجه تحفه تحفه تحفه. الناس اللي هي بقى يعني مش قاعده في الارياف وعندها مشكله ان هي ما بتاكلش القشطه دي، ممكن تشتري السمنه البلدي، لكن القشطه للاسف ما بتتوفرش بسهوله ابدا. انت بقى لو جبت اللبن وعملت في البيت هيبقى عندك دايما قشطه، وقشطه فلاحي 100%، حاجه كده منتهى الجمال. انا شايفه ان كميه القشطه اللي انا طلعتها مقاربه تقريبا لنص كيلو قشطه. بسم الله ما شاء الله. ننضف كويس كده طبعا علشان الوش طري، فطبعا ايه يعني بطلعها كده بشوف لسه في منها ولا لا. كده خلاص بقى ده لبن رايب اهو، ده اللبن اللي انا هعمله الجبنه. شايفين ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. ده ممكن تاخديه تحطيه في الخلاط وتحطيه في التلاجة وتاكلي منه زي الزبادي بالظبط. حلو قوي قوي للمعده على فكره، الناس اللي بتبقى عندها حموضه ومشاكل في المعده بيبقى حلو جدا للمعده. دي بقى بسم الله ما شاء الله القشطه اللي طلعت من اللبن. 4 كيلو لبن طلعوا لي القشطه دي زي ما احنا شايفين كده. انا اعتقد ان هي الكميه اللي شايفينها دي مقاربه لنص كيلو قشطه. طبعا انا دوقت اللي في البيت كلهم منها، فبسم الله ما شاء الله ريحه جميله وطعم حاجه اصل 100%. يعني بصي بقى لا تقولي حد بيخمك ولا حد بيغشك ولا حد بيضحك عليكي، عملنا ما شاء الله قشطه زي الفل. هنرجع بقى للجبنه. انا عندي دي كده حاجه زي الحصيره، هي مش حصيره خالص، هي شياله صواني بايركس معموله طبعا زي الحصيره كده، بس انا شايفه ان هي مش هتاخد الكميه تقريبا، فغالبا كده انا مش هقدر استخدمها لحد انا هشيلها بقى واتصرف، ولحد ما اشتري ان شاء الله حصيره الجبنه، لان انا لو الفكره نجحت وبقت كويسه ان شاء الله هعملها باستمرار. جبت هنا بقى حاجة شاش عندي كده زي ما احنا شايفين، وحطيت فيها اللبن الرايب علشان نعمله جبنة. واقوم بقى كده جايبة دلوقتي ملح
وتحط عليه يا اما معلقه كبيره ملح او معلقتين، ما تكتريش عن كده. وهلم الشاشه بقى كده على الجبنه، وهقوم رابطه الشاشه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. انا حطاها طبعا كده في مصفى برجول، وهحط فوقها حاجه تقيله، ده غطا عندي فخار علشان تفضل تنزل في الميه اللي موجوده في الجبنه لحد ما تصفى ويفضل معايا الجبنه وتنزل منها ميه الجبنه. هبيتها بقى في التلاجة بالشكل ده. وطبعا انا حاطه تحت المصفى طبق علشان طبق يكون غويط عشان كل الميه اللي موجوده في الجبنه تنزل فيه. بالنسبه بقى للقشطه زي ما احنا شايفين كده، انا جبتها من التلاجة دلوقتي. هضربها كده بالمضرب بالراحه. هو طبعا بتتقلب بالايدين، بس انا بصراحه ايه يعني حاسه ان انا لو مديت ايديا يعني هبهدلها. الكميه زي ما انا قلت لكم كده هي تقريبا نص كيلو، فانا مش هقدر ان انا اقعد اقلب بايديا عشان ايه ما اعملهاش دلوقتي، ما دام انا مش هعملها سمنه دلوقتي. ده مضرب كده عندي صغير، هقوم ماسكه القشطه واقوم ضربها بيه كده بس عشان اخد القوام الكريمي، مش هضرب جامد يعني، يا دوبك اقلبها كده بس احس ان هي بقت حاجه كده زي الكريمه. بصوا تبقى كريمي كده، دي خلاص بقت قشطه. وده الشكل النهائي للقشطه. طبعا دي كميه القشطه اللي انا طلعتها من 4 كيلو لبن. انا عايزه اقول ان انا دوقتهم كمان في البيت منها، ما شاء الله مبروكه جدا، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. طبعا انا هقول لكم على فكره حلوه قوي قوي عشان الناس اللي هي بتشتكي من السمنه البلدي انها مغشوشه، او مثلا الناس اللي هي بتشتكي برضو ان السمنه سعرها عالي. هقول لكم على فكره حلوه قوي قوي تخليكوا يبقى عندكم سمنه بلدي بسعر اقل من سعر السمنه البلدي اللي بره، وكمان سمنه بلدي 100% ما عليهاش اي اضافات. تابعوا معايا الحلقه وانا بعمل السمنه علشان تعرفوها. كده خلاص هشيل القشطه بقى في التلاجة دلوقتي، وبكره الصبح ان شاء الله هنشوف مع بعض الجبنه ايه اللي حصل فيها. كده بقى الجبنه بعد ما فتحت عليها النهارده الصبح زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله صفت الميه اللي فيها كلها، بس لسه طريه برضو شويه يعني. انا عايزه اسيبها كمان شويه، بس انا مش عايزه بقى اسيبها في الشاشه، انا عايزه احطها في مكان كده فيها حصيره واسعه كده تقدر تصفي بقيه الميه اللي موجوده فيها. هجيب بقى دلوقتي مش الحصيره، الشياله بتاعت البايركس اللي انا بتاعت الصواني اللي انا وريتها لكم في البدايه، وما رضيتش احط عليها الجبنه عشان كميه الجبنه كانت كبيره. دلوقتي كميه الجبنه قلت زي ما احنا شايفين كده علشان السوائل اللي فيها نزلت. هجيبها فريشها كده بقى في طبق كبير واسمي كده بسم الله، وابدا انزل الجبنه كده. طبعا انا غسلاها كويس قوي امبارح ومظبطاها علشان كنت هحط فيها الجبنه. مهم قوي ان انت تنضفي اي حاجه بتستخدميها، مش تعملي اكل صحي وتيجي تدمريه ان انت مثلا تحطيه في حاجه مش نظيفه او مش كويسه. هحطها هنا بقى في الحصيره علشان اسيبها تصفي باقي الميه اللي موجوده فيها. زي ما احنا شايفين هي بقت متماسكه لكن مش جامده قوي، فانا هسيبها النهارده بقى طول النهار ان شاء الله في الحصيره دي كده. بس هلمها كده وهعمل لها رباط من الجنب وهعلقها في مسمار عندي كده في المطبخ، وهسيبها في الطبق ده علشان اي ميه تنزل في الطبق ما تنزلش على الرخامه، وعلشان كمان كميه الجبنه برضو هي ما زالت كبيره على الحصيره الصغيره دي. فطبعا انا هسيبها علشان لو اي شويه جبنه وقعوا من الجناب تنزل في الطبق ما تقعش على الرخامه وتفضل نظيفه زي ما هي. هرفع كده بقى واجيب عندي كده خيط من بتاع الكروشيه، هعمله ايدين للحصيره دي كده وعلقها بالشكل ده كده في المسمار. وكده بقى سبت الجبنه طول النهار. هوريكم بقى الميه اللي نزلت من الجبنه. ده شرش زي ما انا قلت لكم، ده بيتحط على المش بيخليه حلو قوي. ودي الجبنه طبعا الحصيره اللي انا حطيت فيها الجبنه الكميه اكبر منها، فكانت عايزه الكميه دي كانت عايزه حصيرتين يعني مش واحده بس. فالجبنه لسه برضو طريه شويه كده، بس عايزه اقول لكم ما شاء الله. هقطع كده بالراحه بقى عشان طبعا لسه لسه طازه زي ما احنا شايفين كده. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله. دي بقى اسمها جبنه بخيرها. الجبنه اللي بخيرها دي اعلى سعرها، بيكون اعلى من الجبنه العاديه. انا بشتريها كده من عند ست الفلاحه اللي بتيجي، بيبقى عندها جبنه بخيرها وجبنه عاديه.
شايفين ما شاء الله حلوه ازاي، بسم الله ما شاء الله. كده بقى ده الكميه اللي انا طلعتها من ال4 كيلو لبن. تابعوني بقى عشان ان شاء الله هقول لكم ازاي، زي ما قلت لكم هنعمل القشطه، وازاي اقول لك لو انت بتشتري قشطه مغشوشه وعايزه قشطه مضمونه 100%، هقول لك ازاي يبقى عندك في البيت قشطه مضمونه 100% من غير اي اضافات عليها. وبكده وصلت معاكم لنهايه الحلقه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل علامه الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. ولما اعمل القشطه هسيب لكم اللينك تحت الفيديو في صندوق الوصف.